اهلا بيكم في حلقه جديده ومعانا النهارده خدعه جديده ويلا بينا نبتدي. الخدعه بمنتهى البساطه زي ما احنا شايفين، الساحر قدر يخلي المساعده بتاعته تطير في الهواء. هي مش بتطير في الهواء بالظبط لانها كانت مسنوده على مكنسه. وقبل ما نروح لشرح الخدعه، لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تنزل تحت وتشترك في القناه، ولو انت مشترك في القناه ما تنساش تدعمنا بلايك ويلا بينا نبتدي. اول حاجه لازم ناخد بالنا منها ان دي مش مكنسه عاديه، لا هي في الحقيقه جواها ماسوره حديد زي ما الفيديو التاني ده موضح لنا، وكمان ليها قاعده حديد علشان تقدر توازن مستوى مساعده الساحر وهي متعلقه فوق. دلوقتي يجي السؤال، ازاي فعلا الساحر يقدر يخلي المساعده بتاعته دي تتعلق في الهواء؟ الخدعه بمنتهى البساطه انها لابسه جهاز مصمم علشان يرتبط بالماسوره اللي موجوده، والصورة اللي قدامنا دي بتوضح الارتباط اللي ما بين الحاجة اللي لابساها تحت الهدوم وما بين الماسورة بتاعتنا اللي احنا كنا اتكلمنا عنها. وفلنفترض ان فعلا كانت لابسه حاجه تحت الهدوم اللي بتساعدها انها ترتبط بالماسوره بتاعتنا. ازاي فعلا فضلت متعلقه في الهواء بالطريقه دي؟ فبكده الجهاز مصمم بطريقه اول ما المساعده توصل لمستوى معين مش بينفع تنزل عنه، بس علشان تنزل لازم ترفع لمستوى اعلى من كده علشان تنزل عنه. وعلشان كده الساحر كل مرة لما يجي ينفذ الخدعة دي بيرفع المساعدة بتاعته علشان يقدر ينزلها تاني من على الماسورة. وزي ما قلت الفيديو اللي انا جايبه ده فيديو توضيحي مش اكتر. وكمان الفيديو اللي قدامنا ده بيوضح ان الساحر وهو بيرفع المساعده بتاعته ويحطها على المكنسه كان ماسك حاجه في ايديه، حاجه صلبه وباين كمان انها حاجه مستقيمه، بس للاسف الخدعه ما كملتش. وقبل ما انهي الحلقه ما تنساش تنزل تحت وتعمل كومنت جميل علشان اجمل كومنت يظهر معانا الحلقه اللي جايه. ودي كانت حلقتنا النهارده، ولو عجبتكم الحلقه ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لنا لايك وشير، واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.